شايفين المكونات البسيطة دي هنعمل بيها أحلى كريب. الكريب اللي انتوا شايفينه ده حاجة كده في منتهى الطراوة واللذاذة. كريب جميل جدا هيعجبكم قوي قوي، طري وخطير بجد، طعمه كان يجنن. عشان هنعمل بيه أحلى كريب دبي، حاجة كده في منتهى اللذاذة. أول حاجة هنسمي بالله ونبدأ. معايا كوباية لبن أو كوباية حليب هنزل بيها كده في الخلاط، وبعد كده ربع كوباية زيت، وبعد كده هنزل ببضاية واحدة ومعلقة سكر واحدة وذرة ملح صغيرة جدا، وبعد كده هنزل بكيس فانيليا وكوباية دقيق، ونفس كوباية الدقيق هي نفس كوباية اللبن اللي هننزل بيها، يعني هي الاتنين نفس الحجم. بعد كده هضربهم في الخلاط كويس جدا. على فكرة انا حطيت فانيليا عشان انا هعمل كريب حلو، لكن انتوا لو عايزين كريب مالح تحطوا بدل الفانيليا، تستغنوا عنها، تحطوا مكانها معلقة خل عشان زفرت البيض. وده القوام المطلوب. ضربتها 5 دقايق لحد ما العجينه وصلت معايا بالشكل ده. هركنها على جنب 5 دقايق، وبعد كده هجيب الطاسه بتاعتنا. اهم حاجه الطاسه ما تكونش بتلزق، وكمان النار تكون وسط، يعني النار ما تكونش عاليه قوي ما تكونش واطيه قوي. هبتدي بقى احط الكميه على قد الطاسه اللي عندي. واهم حاجه ندهن الطاسه دهنه خفيفه جدا، زيت بسيط جدا، واسيبها كده لحد ما تتشمع معايا بالشكل دوت. واول ما تتشمع معايا كده بالاطراف بطرف السباتيلا كده اهوت، واقلبها بكل بساطه. بسيبها دقيقتين من الجنب ده ودقيقتين من الجنب ده لحد ما تبقى كويسه معايا وتستوي تماما. وكل مرة احط، قبل ما احط العجين بدهن الطاسة زي ما انتم شايفين كده دهنة خفيفة جدا. حبة زيت بسيط جدا، ما تسكرش، حاجة كده بسيطة جدا. شايفين العجينة بتتفرد معايا ازاي بكل بساطة. يا دوبك بلفها كده بتتفرد معايا بكل بساطة. بسيبها دقيقتين على كل جنب، وبعد كده اهم حاجة تكون النار ما تكونش عالية قوي عشان ما يتحرقش معايا. النار بتكون وسط جدا، يعني مايلة للواطية شوية. عملوا الكميه اللي انا عملتها عملت معايا 4 كريبات كبار. شايفين بقى طراوه الكريب عامل ازاي. كريب جميل جدا وطري جدا، بص ما بيتكسرش معايا ولا ناشف ولا اي حاجه. هو ده الكريب اللي هو يعني الاصلي يعني. هجيب هنا اهوت بقى عندي كنافه. الكنافه ديت انا محمراها في الفرن بالسمنه. ممكن تعمليها على عين البوتاجاز عادي. هنا حطيت عليها صوص البيستاشيو، ممكن تحطي صوص شوكولاته، صوص لوتس، ممكن تحشيها بالفواكه، اي حشو. ده الحشو ده على ذوقك انت، براحتك جدا. بس انا اولادي كانوا طالبين مني كريب دبي، فانا حبيت اعمله لهم عشان كانت كل المكونات عندي موجودة في البيت، فأنا حبيت أعمله لهم. يعني ما كلفنيش الموضوع أي حاجة. هنا بقى هنعمل بقى الحشو بقى الكريب الدبي. هجيب بقى الكنافة بالبيستاشيو، وبعد كده هطبقها زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطة. يعني انتوا شايفين أنا المفروض انتوا تتفرجوا على الحتة ديت من غير ما أشرح. سهلة جدا جدا، من غير أي. هعمل معاكم برضو واحدة تاني عشان تشوفوا أنا طبقتها ازاي. بجيب الكريباية بفردها في الطبق كده، وبعد كده أجيب عليها الكنافة. وافردها زي ما انتم شايفين كده، وبجيبها من الجنبين كده وبطبقها كده من الجنبين وبعملها كده، يعني زي اللي احنا بنجيبها من المحلات بره. بس كده خلاص. هعمل بقى الكميه كلها كده اهو زي ما انتم شايفين، حاجه كده في منتهى اللذاذه والبساطه، حاجه كده خطيره جدا. اي بقى صوص عندك حطي بقى. انا حطيت عندي، كان عندي صوص شوكولاته كده على الوش، حطيت صوص شوكولاته. انتي بقى ممكن تحطي اي صوص يعجبك خالص. انا كان عندي متاح عندي الشوكولاته، الشوكولاته البني والشوكولاته البيضه. هعمل برضو كده، احط برضو على وشها كده شوكولاته بيضه كده اهوت. طبعا انا فاشله في التزيين جدا زي ما انتم شايفين كده. وبكده عملنا 4 كريبات دبي، حاجة كده في منتهى اللذاذة. شايفين بقى حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، طعمها كان يجنن جدا، بمكونات بسيطة جدا جدا كلها موجودة في البيت. مكلفتناش مبلغ كبير ولا أي حاجة. هقطع بقى معاكم واحدة كده وأوريكم بقى شكلها من جوه. بجد تحفة جدا جدا، يعني أنا عايزاكم تجربوه بالطريقة دي. والله والله انا جبته من بره جاهز قبل كده ما عجبنيش، ده كان احلى من الجاهز يعني بمراحل يعني. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي. بقى هقطع بقى معاكم حته كده خطيره. بصوا بقى طعمها كان يجنن، تحفه جدا جدا، لازم تجربوه. شايفين بقى خطيره. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. باي باي.